من المؤكد أنك سمعت أن كتابا جيدا هو غذاء للروح، يكسبك معرفة ويعطيك دروسا في الحياة لا تنسى، يوسع خيالك ويسافر بك إلى أماكن لم تخطر على بالك، ومن خلاله تنمي حكمتك وإبداعاتك وسلامك الداخلي. لكن في بعض الأحيان نجد في هذا العالم أعمالا وكأنها مستمدة من كابوس، كلمات لو أنك قرأتها فستختبر تجارب مقلقة تجعل معدتك تضطرب، وتغزو عقلك أفكار مقلقة عند خلودك إلى النوم. العناوين التي سنسردها اعتبرت في زمنها ملعونة وخطيرة، لأنها تختزل في مضامينها مجاديف إجرام وكراهية وانتحارات. هذه هي الكتب السبعة الأخطر على الإطلاق. رقم 7 يبدو ككتاب رعب رائع، لكنه في الحقيقة هو أخطر كتاب لحد الآن. ليس الخطر في كلماته، فصفحاته 86 لا تحمل أي كلمات مكتوبة، يتكون فقط من غطاء وأوراق من عينات ورق الجدران، لكن ما يجعله قاتلا هو احتواء كل عينة من أوراقه على كمية هائلة من الزرنيخ. لا يوجد سوى نسختين منه في الولايات المتحدة، واحدة في جامعة ميشيغان وأخرى في جامعة ميشيغان الدولية، كلاهما وضع في قسم خاص بالمجموعات تحت حراسة صارمة، كل في حاوية مغلقة، وكل صفحة محفوظة ومختومة. لكن من تخطر في باله فكرة كهذه؟ جاءت الفكرة من طالب من جامعة ميشيغان يدعى روبرت كينسي، تخرج في عام 1851 بشهادة في الطب. عاد فيما بعد إلى جامعته لتشكيل لجنة مختصة في دراسة السموم والأخطار المحدقة بالحياة والصحة. فيه أظهر اهتمامه بالورق المسمم، ذلك الذي اصطبغ بالزرنيخ، والذي كان متداولا في بعض الدول في القرن 19، حيث جمع عينات مختلفة من كل مكان وجمعها في الكتاب ليدرسها لاحقا، غير مدرك أنه بذلك يصنع تركيبة قاتلة. رقم 6 نيكرونوميكون هو عبارة عن كتاب يصف الأساليب السحرية لتقصي الماضي الغامض عن طريق إنطاق الجثث واستحضار الأرواح، وهو نموذج عكسي لفكرة قراءة المستقبل. ويحتوي الكتاب على طرق تحضير الموتى وكيفية رسم الدوائر المستخدمة في التحضير والتعاويذ من طقوس شيطانية وقرابين، ويعتقد أن له القدرة على تدمير جميع أشكال الحياة على الأرض. ترجم كتاب الموتى إلى الإغريقية وأخذ اسم نيكرونوميكون، وأحرقت هذه النسخة عام 1050، ومن ثم ترجم الكتاب إلى اليونانية. وفي عام 1232 أمر البابا آنذاك أن تتم حرق كل النسخ وبمنع تداوله. الحضرد هي شخصية ذكرت مرارا في قصص الكاتب الأمريكي هاوارد فيليبس لوفكرافت. اسمه الكامل هو عبد الله الحضرد، وهو شاعر عربي يمني مجنون من النخاع إلى الثمالة. سافر في شبابه كثيرا إلى أطلال بابل، ذهب إلى الربع الخالي، زعم فيها أنه اكتشف بقايا مدينتي إرم والتي تقع في منطقة الأحقاف ما بين وادي حضرموت وعمان. زعم أنه تقابل مع الجن والشياطين والكيانات القديمة، ومنهم تعلم السحر وأسرار وخفايا الموتى. وبعد ذلك استقر الحضرد في دمشق ليكتب كتابه المخيف العزيف عام 700 قبل الميلاد. تم حفظ نسخة واحدة من الكتاب في الأقسام التاريخية في الجامعات، ويقال أن كل من حاول سرقة أو سعى لنشر محتوى الكتاب ينتهي به الأمر بشكل مأساوي. رقم 5 الجامعة هو الكتاب المميز للكاتب جون فاوز. هو كتاب كلاسيكي قوي يروي قصة مثيرة ذات أبعاد نفسية عميقة، كتبت عام 1964، تغوص في حكاية تصورية لبطلها فريدريك الذي عاش حياة سوداء أثر عليها الموت والنبذ، فتشكلت لديه رؤية مقززة عن كل العالم دفعته عزلته وحنينه للجوء إلى مجموعة من الفرشات التي جمعها في صغره. أصبح هوسه الجديد هو شابة تدرس الفنون، قام بخطفها فقط ليملأ الفراغ الذي بداخله ويعوض الحياة القاسية التي عاشها ومعاناته من البعد عن الآخرين. احتفظ بها في كوخ صغير في الغابة. كانت خطته تقضي بأن يضيفها إلى مجموعته الفنية ليعطيها معنى للوجود، ما أدى إلى مقتلها في محاولة منها للهرب، وانتهى بها الأمر إلى تحفة من تحفه. هذا ما ألهم كريستوفر وايلدر خلال الثمانينيات، وقام بقتل 8 فتيات شابات واختفى بعدها، كما حدث مع روبرت بريدلا الملقب بجزار كنساس الذي عذب وقتل 6 رجال.
كلا المجرمين كانا يمتلكان قصة الجامع. هذا الأخير اعترف بأنه تأثر بأفلام مستوحاة من رواية ليونارد لاك وتشارلز إن جي. هذان الاثنان كانا الأكثر ارتباطا بالكتاب. مهووسين برواية لاك قتلا رفيقهما، و12 شخصا آخر تميزت بالتعذيب والاغتصاب. رقم 4. هذا العمل تحت عنوان الموت الرحيم، جمالية الانتحار، يخوض في العقل البشري بطريقة خطرة ويؤدي بقارئه إلى التهلكة. كتب من قبل جيمس هاردن هيكي في عام 1894. ما يثير الدهشة هو عدد القراء الكبير لهذا الكتاب أثناء نشره في ذلك الوقت، الذي كان فيه توزيع هذا النوع من الكتب ليس على نطاق واسع كما هو الحال في هذه الأيام المظلمة. يحوي في طياته تفاصيل لمئات تقنيات الانتحار، من بينها استخدام 90 نوعا مختلفا من السموم، وشرح فيه كيفية استخدام 50 أداة لقتل النفس. بعد مرور سنوات وجد المؤلف منتحرا بجرعة زائدة من المورفين، ولكن ليست هذه هي الحالة الأولى في التاريخ. لاحقا نشرت رواية بعنوان آلام الشاب وارثر، كتبت من قبل جويت عام 1774. تتعلق الرواية بشاب موهوب فاقد للأمل ويائس بسبب مشاكل الحب، قرر وضع حد لحياته بواسطة سلاح ناري، ملهما بذلك الكثير من القراء الذين يعانون من مشاكل الكآبة مقلدين له في ذلك. فتم حظره في معظم أنحاء أوروبا، وبناء على ذلك اقترح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اقترح على وسائل الإعلام التحفظ على المعلومات الشخصية للمنتحر، وذلك لتجنب تقليد الآخرين له واعتباره إلهاما لهم كوسيلة للهروب من مشاكلهم. رقم 2. مطرقة الساحرات أو ماليوس ميليفيكاروم باللاتينية. هذا الكتاب المشؤوم كتبه المفتش الكاثوليكي هنري كريمر في القرن ال15 في ألمانيا، وسرعان ما انتشر إلى إنجلترا وبقية أوروبا. وهذا الكتاب يقوم على أساس أن من يكذب بوجود ساحرات مهرطق خارج عن الملة يجب قتله. ينص الكتاب على تفرقة واحتقار واضح ضد الجنس الأنثوي من السحر، مختص بالنساء فقط، لأنهم مخلوقات ناقصة خلقت من ضلع معوج، بينما خلق الرجل مكرما فهو الجنس الذي خلق منه المسيح، والمرأة هي المنوطة بأمور الجسد والشهوة، وهذا هو الأساس في العقد الشيطاني. ولا أدل على طبيعة المرأة الشيطانية من طبيعتها الحقودة. يشرح كيف يتعاون الشيطان مع المرأة لإحداث الشرور التي لا يحكي عنها في الأرض وعلى بني الإنسان بعد مشيئة الله، من تسليط الجواثيم إلى زرع الخصومات والآفات بين البشر، من الأمراض والعقم إلى تحويل البشر لوحوش شيطانية. يفصل الكتاب في طبيعة العقد الشيطاني الذي تعقده الساحرة مع إبليس، حيث تعلن لفظها للمسيح وبيع روحها أبديا للشيطان. يدخل الكتاب في تفاصيل غريبة عجيبة عن كيفية ممارسة الجنس بين الشيطان والمرأة، عن كيفية إيجاد متطوعات جديدات لممارسة الشعوذة، وكيف أنهم يضحون بالأطفال إرضاء للشيطان. يفصل في العقوبات وآليات تحديد المشتبه بهم وصفات الساحرات، وهو يشجع على السجن دون دليل سوى الشبهة التي تكون قائمة على صفات جسدية، مثل ظهور الشامات في أماكن معينة أو طول معين للشعر. كما يشجع على التعذيب بالماء الحارق والخوازيق. العدد المقدر للنساء التي متن بسبب هذا الكتاب هو ما بين 1,000,000 إلى 2,000,000 امرأة. اعتبر هذا الكتاب أصل كل الشرور والإجرام فتم منعه. رقم 1. بروتوكولات حكماء صهيون أو قواعد حكماء صهيون. هي وثيقة مزيفة تتحدث عن خطة لغزو العالم أنشئت من قبل اليهود، وهي تتضمن 24 بروتوكولا. في عام 1901 كتب هذه الوثيقة ماثيو جولوفينسكي، مزور ومخبر من الشرطة السياسية القيصرية، وكانت مستوحاة من كتاب حوار في الجحيم بين ميكافيل ومونتسكيو للمؤلف موريس جولي، الذي يشير في كتابه إلى وجود خطة زائفة ومسبقة لغزو العالم من قبل نابليون الثالث، وقد تم تطويرها من مجلس حكماء اليهود بهدف تدمير المسيحية والهيمنة على العالم. يحتوي هذا الكتاب على عدة تقارير تكشف خطة سرية للسيطرة على العالم. تعتمد هذه الخطة على العنف والحيل والحروب والثورات، وترتكز على التحديث الصناعي والرأسمالية
لتثبيت السلطة اليهودية. في العشرينيات من القرن الماضي واجهت ألمانيا صعوبات اقتصادية، مما جعل أدولف هتلر يربط بينها وبين مخطط اليهود للسيطرة على العالم، والذي كان مستحوذا على تفكيره آنذاك. وقد تبين ذلك من خلال كتابه مين كامبف أو كفاحي، الذي فسر فيه نظرية المؤامرة اليهودية من وجهة نظره، فنتج عن ذلك المذابح التي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية والمعروفة باسم ليلة الكريستال. وأصبح ذلك الكتاب في يومنا هذا رمزا لمعاداة السامية. وقد أصدر الباحث اليهودي نورمان كوهين كتابه إنذار بالإبادة، الذي يوضح فيه أن أسطورة الهيمنة العالمية هي بنظره فكرة فرنسية ظهرت خلال القرن التاسع عشر، ولم تتضمن أي إشارة تدين اليهود. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة أسرار.